المستشار السي بالفقيه. شكرا السيد الرئيس. في البدايه السيد الوزير انا كنهنكم على المجهود اللي تتبذلوه اليوم في هذه المساله ديال المتعلقه بالصيانه والتاهيل ديال الشبكه الطرقيه الوطنيه، والرقم فعلا دال على نفسه، مثلا نهضروا على 45 و 46%. وكذلك كنهنئكم على هذاك القرار يعني الجري انه اليوم الوزاره بدات تتدخل ماشي غير فقط في الطرق المصنفه، يعني امتدت الى تاهيل وصيانه بعض الطرق. ولكن السيد الوزير الخلفيه ديال هذا السؤال باش نكون معك واضح كل يعني هذا ملي طرحت هذا السؤال، يعني انا تنقول بانه اليوم الهدف ديالنا راه ماشي التاهيل او الصيانه في حد ذاته، راه الهدف هو الخدمه اللي بغينا نقدموا لهذاك المواطن اللي كيستعمل هذيك الطريق. وانا اسمح لي غادي نعاود نرجع معك للطريق الرابطه ما بين تيزنيت واكادير. هذه الطريق انا ما بقيتش كنعتبرها طريق وطنيه، انا اعتبرها شارع ما بين المدن، ما بين تيزنيت، ما بين نزكال وما بين تيزنيت. لانه علاش؟ الا جينا نحسبوا عدد المدارات ونحسبوا عدد الساكنه وعدد الاسواق وعدد هذا وتنحسبوا يعني المسافه اللي هي اقل من 50 كيلومتر او 60 تنقطعوها في ساعتين او ساعتين الا ربع، معناه اننا تنمشاو ب 40، معناه السرعه ديال المدينه. ولكن علاش انا تنطرح هذا السؤال اليوم؟ اللي تنطرح واحد المساله ديال المراقبه. اليوم اللي تنجيو لهذه الطرق تنلقاو ثلاثه ديال غير من المنطقه اللوجستيه اليوم اللي دارت حتى الطريق السريع اللي غادي للعيون 50 كيلومتر تقريبا كنلقاو فيه السيد الوزير ثلاثه ديال الرادارات ثابته. ولكن ملي تنبقاو غاديين تنلقاو 4 ولا 5 ديال الرادارات متحركه. علاش طرحت هذا السؤال هذا؟ لانه للاسف اليوم كاين عندنا الاليات غتأدي هذا الدور، ولكن للاسف ولينا كنتعاملوا مع هذه العمليه ديال الرقابه تنقولوا باننا بغينا نحميو المواطن من الحوادث وبغينا يعني نصونوا هذا، ولكن للاسف اليوم ولا كنستعملوا واحد المنطق ديال ايقاع السعي الى ايقاع المواطن في تصيد المواطن. لان ملي كتلقى هذا الرادار اليوم مخبي تحت الطوموبيل البيكوب ديال الدلاع ومخبي فوق القديه ومخبي ورا الشجره وطالع، هذا الشيء هذه الثقافه يجب ان تزول. لانه للاسف ما بقاش الهدف هو اننا نحميو هذا، لانه ملي تنهضروا على الجوده ديال الطريق راه هادشي داخل فيها بقوه وبعمق. ثانيا اليوم هذه الصيانه راه بديتوا السيد الوزير في الصيانه ديال الطريق ما بين تيزنيت اليوم، هذا مجهود مشكورين عليه. ولكن انا تنقول راه واخا نعياو من تيقول لك المثل شحال قدك مستغفر الله البيت بلا عشاء، راه واخا نعياو ما نصينوا في هذيك الطريق راه ما يمكنش ان تؤدي الدور اليوم، خصوصا بعد اطلاق هذاك الطريق اللي بين العيون الطريق السريع اللي كان في اطار التوجيهات الملكيه الساميه سيدنا الله ينصرو. اليوم الناس كيبقاو غاديين تيقطعوا هذيك المسافه في 4 السوايع ونص كيجيو حتى تما تيوحلوا، وبالتالي ولا عندنا واحد النوع من الاكتظاظ. لذلك سيد الوزير اناشدكم، انا تكلمتي اليوم قبيله تكلمتي على الطرق وعطيتي قلتي اللي عندها حسن وعندها حسن جدا وعندها ما عرفت هذيك الطريقه اش من، الى عطيتك الستيلو الاحمر السيد الوزير اش من رقم وبغيتك تجي وتستعمل هذا الطريق، ولا اعتقد انك غتعطيها اكثر من 5 على 10. ولكن في نفس الوقت سيد الوزير تنطلبك انك قبيله تكلمتي على البرامج ديال ليزوتوروت، تنظن بان تم اسقاط هذا الطريق هذا وتلتمس انكم تعاودوا فيه النظر. شكرا السيد المستشار.